حوالي 40 سنة كان الساحل الشمالي مختلف تماما عن دلوقتي، كان مش معروف قوي، والشواطئ كان معظمها هادية وما فيهاش ناس كتير. النهارده هنتكلم عن الساحل الشمالي في سلسلة فيديوهات، ونتكلم عن تطوراته من أول لما كان كده لحد دلوقتي وإيه اللي حصل بالظبط. ولو عايز تعرف إزاي وصلنا لأن شاليه هناك ممكن يوصل ل 30 مليون جنيه، تابعنا بيه. النهارده الساحل الشمالي بقى فرصة استثمارية ضخمة، مش بس في مصر ولكن في الشرق الأوسط كله. وده مش بس عشان الشواطئ بتاعته جميلة، ولكن ده يعتبر توجه دولة بالكامل بعد مدينة العلمين الجديدة، وتوجه أكبر المطورين العقاريين الموجودين في مصر والشرق الأوسط. الساحل الشمالي مش مجرد شط، ولكن ده فرصة استثمارية للمطور قبل ما يكون فرصة استثمارية ليك أنت كمستخدم. تعال أعرفك بقى الساحل الشمالي بيبدأ منين وبينتهي فين، وإيه الطرق بتاعته وأسامي كل منطقة على حد. بداية الساحل الشمالي تعتبر من أول الكيلو 20 في طريق اسكندرية مطروح، وده الطريق اللي ماسك منطقة الشمال من أول مدينة الإسكندرية في الشرق لحد مدينة مطروح في نهاية غرب مصر. بيمتد معانا من أول الكيلو 20 لحد تقريبا الكيلو 280، يعني على طول 260 كيلو متر. وكل ده بدأ مع خطة تطور كبيرة بدأت في الثمانينات، لما بدأ التطوير في مناطق زي العجمي وسيدي كرير وماربيلا وكمان اللوتس، وكل دي كانت مشاريع بالاشتراك مع الدولة، وكانت لشركات مصرية بالتعاون مع الدولة. ومن هنا بدأ الساحل الشمالي كمقصد استثماري سياحي. وفي التسعينات بدأ واحد من أكبر مشاريع الساحل الشمالي، مشروع مارينا في الكيلو 90، وده لحد دلوقتي يعتبر أكبر علامة مميزة في الساحل الشمالي. وده مش بس لأنه المشروع الأكبر، لكن لأنه واحدة من أهم النقط في التحول بين الساحل القديم للساحل الجديد، وكمان لموقعه الاستراتيجي اللي يعتبر في الكيلو 90 قريب جدا من القاهرة، وقريب من برج العرب واسكندرية، وكمان قريب من مطروح، يعني تقريبا في السنتر بوينت بتاعة الساحل الشمالي. ويعتبر الساحل القديم زي ما بنسمع هو من أول الكيلو 20 لحد الكيلو 90 عند مارينا، ده اللي بنقول عليه او بنسميه الساحل الطيب. اما من بعد مارينا وصولا لحد الكيلو 280 مرورا بمدينه العلمين وسيدي عبد الرحمن والضبعه وخليج الفوكه، وبعد كده راس الحكمه، وبعد كده سيدي حنيش، كل ده بنسميه الساحل الجديد، او زي ما بنقول عليه الساحل الشرير. الساحل القديم او الساحل الطيب يعتبر مكان مثالي للهدوء او الاستجمام، ويعتبر مكان مناسب للناس اللي بتحب تفصل وبتحب الراحه النفسيه. كمان هو اختيار الاول للناس اللي بتفضل البساطه. بس لو انت بتفضل الحفلات والسهر باستمرار فده مش انسب مكان ليك. اما بقى في الساحل الجديد او الساحل الشرير، ده لان في تفاصيل كتير اختلفت، من اول ان الشواطئ بقت مجهزه على اعلى مستوى، والخدمات بقت متطوره جدا عن الاول، والمشاريع السكنيه بقت على مستوى اعلى بكتير من اللي كنا متعودين عليه. ولو انت من محبين الخروج والسهر والحفلات والنايت لايف عموما، الساحل الجديد مكان مناسب جدا ليك. المميز دلوقتي ان الساحل الشمالي بقى مزيج بين الهدوء والراحه، وكمان الخروج والانبساط والحفلات، كمان التطور السكني والمعماري. سواء انا بشتري عشان استجم او استثمر، الحالتين الساحل الشمالي اختيار مناسب. دي كانت مجرد البدايه، ده الجزء الاول من سلسله الساحل الشمالي، وفي الفيديو الجاي اكيد في تفاصيل تهمك. لو عايز تعرف اكتر عن قصه الساحل، تابعنا وانت هتعرف كل حاجه.